الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع قول الحق سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وهنا نرى أن الحق سبحانه وتعالى يوصينا باليتامى والمساكين. ففي حديث معروف يعني بيعرفه أصغر واحد من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فكما كان يقول السلف، لا ينبغي لمسلم أنه يسمع هذا الحديث ولا يفر بأن هو يدور على أي يتيم يكفله، حتى أنه يعرف المكانة دي من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فأنت لو عرفت أن في عمل بيقربك من النبي صلى الله عليه وسلم مكانة في الجنة، يجب أن أنت تسارع له بسرعة. فأنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ده حديث عظيم جدا. وكفالة اليتيم لها درجات عظيمة ودرجات كثيرة. أعلى درجة إنك تتزوج من الأرملة، يعني تتزوج من الأم فيصبح الولد ده فعلا ابنك. طب إن لم تستطع فأكفل الولد ده كأنه بابنك بالظبط، تذاكر له وتصرف عليه وعلى مصاريف المدرسة بتاعته، وتعلمه الصلاة وتعلمه القرآن والأخلاق، ويبقى أنت بتربيه فعلا، بتكفله. ده المعنى الكفالة الأصلي. وأقل مراتب كفالة اليتيم وهي أن أنت تجد صندوق مثلا في المسجد فتحط فلوسك فيه ويكون مكتوب عليه كفالة الأيتام. أنت لا شفت اليتيم ولا تعرفه، ولكن يعني نسأل الله عز وجل طبعا أن ربنا يتقبل منك العمل هذا الجميل ويجعله ميزان حسناتك. ولكن أنا أحب أن أنت تعمل مجهود أكتر من كده، وأنك تدور على يتيم حواليك وتسأل عليه بالاسم وتبقى عارفه بالاسم، وتبقى أنت اللي مربيه، تدفع مصاريف تعليمه، وتحاول قدر المستطاع أن أنت تعلمه الصلاة والقرآن والدين. ودي معنى كفالة الأيتام. واليتامى والمساكين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. طبعا مفيش يعني فضل أعظم من كده. تخيل أنت تكون يعني تاخد الفضل العظيم ده، ان انت تكتب عند الحق سبحانه وتعالى من كالمجاهد في سبيل الله او الذي بيصوم النهار ويقوم الليل. طيب يعني محتاج بقى ان انت حوالين بيتك تدور على مين هم المساكين، تعرف حالتهم، اللي محتاج دواء تجمع صحابك وتجيب له دواء، اللي محتاج مثلا مصاريف مدارس، محتاج حاجة معينة، تنفق على أمثال هؤلاء وتكتب عند الحق سبحانه وتعالى من المجاهدين في سبيل الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. طبعا احنا محتاجين نتكلم شوية عن حق الجار. النهارده احنا بنتخانق مع جيراننا على كل حاجة، بنتخانق على الغسيل، وبنتخانق على ركنة العربية، وبنتخانق على كل حاجة احنا بنتخانق فيها مع الجار. طب تعال نتكلم في دقائق يعني بسيطة جدا على ايه هو الجار وايه حق الجار والكلام ده كله. لو انت عندك جار قريب، يعني مثلا خال او عم او جد، اعرف ان الراجل ده له 3 حقوق عليك. الحق الاول حق الصلة، صلة الرحم، والحق الثاني حق الجار، والثالث حق الإسلام. طب لو عندك جار فقط ما عليكش بينك وبينه الصلة، اعرف انك له حقين عليك: حق الجار وحق الإسلام. طب لو عندك جار غير مسلم، اعرف ان له حق عليك: حق الجار الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يعرفه برضو أصغر واحد في هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني هينزل أمر من السماء بأن الجار يرث من الجار اللي جنبه. فشوف فضل الجار قد ايه. طب مين هو الجار ده؟ هل الجار ده اللي جنبك فقط، ولا النبي وصى على 7 جار؟ وده حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل الحسن عن الجار فقال: 40 دارا في كل اتجاه. يبقى حوالي 120 دار أو 160 دار حواليك، كل اتجاه في 40 دار. وسئلت عائشة رضي الله عنها وارضاها قبل ذلك، وسئل علي
رضي الله عنه وارضاه قبل ذلك عن الجار فقال: كل من سمع الأذان فهو جار، يعني كل بيسمع نفس المسجد أو أذان نفس المسجد فهو جار. طيب، يبقى الجار لازم الواحد يعني يبتدي يحسن له، ومش هتستطيع انك تحسن لجارك الا لما تكون بتطبق الاولانيه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. عشان كده ربنا عز وجل جعل العقيده الاول بعد كده الاخلاق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي الحديث اللي قلناه قبل ذلك، الرجل اللي هو ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. لان الانسان لما بيستوي كعقيدة بيستوي حاله بعد كده، لأن استواء العقيدة يعني أن الإنسان يعبد الله عز وجل فقط، لا يسجد إلا لله، ولا يعبد إلا الحق سبحانه وتعالى، ولا يصلي إلا لله، ولا يطوف ببيت إلا بالكعبة، ولا يدعو إلا الحق سبحانه وتعالى، ويعلم أنه ميت، ويعلم أنه يوم القيامة سيبعث، ويعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأله عن الوالدين، فماذا ستقول؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبذي القربى هيسألك عن صلة الرحم، هيسألك عن الأولاد، هيسألك عن الجار، عن اليتامى اللي حواليك، عن المساكين. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى في أول الآية التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعد كده بقية الأخلاق تيجي بعد كده: قل آمنت بالله ثم استقم. طب إيه اللي يخليك تستحمل جارك؟ هي الأولانية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، في موضوع مهم تعال نتكلم فيه، ألا وهو بنت الجيران. احنا للأسف تربينا ان الشاب أول واحدة يفكر فيها بنت الجيران. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائلا أصحابه عن الزنا، فقالوا: حرام حرمه الله ورسوله. فقال: لئن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. يبقى عند الله عز وجل امرأة جارك دي عند ربنا عز وجل أعظم من 10 نسوة. وسألهم عن السرقة فقالوا: حرام حرمها الله عز وجل. فقال: لأن يسرق من 10 أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جار. فشوف قد إيه الجار له حق عظيم عند الحق سبحانه وتعالى، وشوف إن إحنا محتاجين إزاي نحن نرجع تاني نعيد الأخلاق دي بينا ونعيش دايما بينا. بس فعلا مش هنعرف نعمل الكلام ده إلا لما نكون أصحاب عقيدة سوية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، كان في زمان عادة جميلة جدا عندنا في البيوت أو في العمارات، اللي هي كانت الطبق الدوار. يعني كان بيبقى فيه طبق، في أحد يعني الأمهات تقوم طبخة فيه حاجة معينة وتبعته لجارتها اللي جنبها، وبعدين جارتها اللي جنبها تروح عاملة ملياه حاجة تانية وبعتها اللي بعديها. وحتى إن الطبق ده كان بيتوه، ما كانوش عارفين الطبق ده بتاع مين بالظبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حديث يقول فيه: لا تحقرن جارة لجارتها ولو بفرس شاة. يعني لو انت دبحتي شاة وبعتي، يعني دبحت خروف ولا معزة ولا جدي ولا أي حاجة، وبعت الرجل فقط لجارك، الجارة ما تحتقرش هذا الفعل، بل إنها تشكر هذا الفعل وجزاك الله كل خير، وهي كمان تتصدق عليها بحاجة. فإحنا نتمنى أن الخلق دي ترجع تاني بالشكل ده. طيب، برضو منتشر بينا يقول لك: خليك في حالك واقفل بابك عليك. طيب، انت عارف ان احنا للاسف بينا عايشين في دنيا ماديه جدا جدا، بس ده مخالف جدا لخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي شبع وجاره جائع. يبقى ليس المؤمن اللي ينام شبعان وعارف ان جاره هذا جائع. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: لقد أتي علينا زمان، أو قال حين: وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. فبيوم القيامة هيجي جارك يقول لك: يا رب هذا الجار منع معروفه عني وأغلق بابه عني. فيجب ان احنا برضو نرجع ونشوف هذه الأشياء بسرعة برضو. طيب، بنشوف ساعات امرأة
تخوض في أعراض الناس. وساعات بنشوف برضو رجل سباب ولعان، ويعني بلغة المصريين كده قليل الأدب وبلطجي كده في العمارة ومحدش قادر عليه. كذلك برضو في بعض الأحيان بنشوف برضو ستات بهذا الأمر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكن تؤذي جيرانها، قال فهي في النار. وامرأة تصلي المكتوبة وتتصدق، يعني ما بتعملش حاجة غير الحاجات الأساسية اللي في الدين، ولكن لا تؤذي جيرانها، قال وهي من أهل الجنة. فشوف قد ايه الخلق عند ربنا عز وجل عظيم ازاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان العبد خلق حسن. يبقى حسن الخلق وان الإنسان يكون عنده أخلاق دي شيء عظيم جدا عند الحق سبحانه وتعالى. فالمهم يكون شكلك ايه عند ربنا مش شكلك ايه عند الناس. يعني بعض الناس عايشه كده بالدراع، يقول لك انا ما بعرفش اخد حقي الا بدراعي. طب حقك بدراعك ده انت عند الحق سبحانه وتعالى هو لا يرضى عنك، لانه لا يرضى الا على صاحب خلق. اما الانسان اللي هو يكون عنده اخلاق ويعني بيتقي الله عز وجل في الناس ويتقي الله عز وجل في الجار، اعرف ان هو عظيم جدا وحاله عظيم جدا عند الحق سبحانه وتعالى. وراح رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي من جار له، قال له يا رب يا رسول الله هذا الرجل يؤذيني. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعمل إيه؟ نصحه إنه ياخد عفشه ومتاعه كله ويحطها على أول الطريق. ففعلا عمل كده وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم. كل لما الناس تعدي تقول له إيه اللي عمل فيك كده؟ ليه مخرج حاجتك وعفشك كده على الطريق؟ جاري هذا كان يؤذيني. فالناس تقوم تدعي على هذا الرجل. ففضل على هذا الحال لغاية لما الرجل خاف من دعاء الناس، فقال له استحلفك بالله ارجع إلى منزلك فوالله لن أوذيك. فشوف قد ايه الجار له حق عظيم عند الحق سبحانه وتعالى. أتمنى بعد الكلام اللي احنا قلناه ده ان احنا نعيد النظر مرة أخرى في حق الجار ومن الجيران من هم أيتام ومساكين، نراعي برضو الجزئية دي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.